السلام عليكم. النهارده من مطبخ شوكة وسكينة هنعمل لكم تسييح الزبدة. عاملين زبدة بقري وزبدة جاموسي. انا عامله كميه على قدي. انا الزبدة بجيبها واخزنها في الفريزر واطلع على قد احتياجي، ما بسيحهاش كلها، بلفها في ملح وعينها في الفريزر. ماشي، فده 2 كيلو زبدة بقري مسيحاهم، ودي كيلو ونص زبدة جاموسي عشان اعمل قراقيش ان شاء الله. فاعملها لكم في فيديو تاني، اصورها لكم في فيديو تاني. عشان بس شويه تريكات كده هنقولها في الفيديو ان شاء الله. اول حاجه يا جماعه، الحله الالومنيا. الحله الاستانلس بتخليها لو سبتيها شويه فيها بعد ما تطفي على النار هتلاقي المورته اتحرقت، بتوصل درجه الحراره بسرعه فبتحرق المورته تحت، وممكن تحرق لك السمنه. فالحله الالومنيا افضل انواع الحلل في تسييح السمنه. تمام. النار الهاديه. البرطمانات الازاز يا ريت تعينوا السمنه في برطمانات ازاز بعد ما تسيحوها، بلاش البلاستيك عشان تحتفظ بريحتها وبطعمها. لازم تتسيح كويس جدا. شويه تريكات كده لازم تعملوها عشان السمنه تقعد وما ما تعفنش، لان في ناس كانت تسيح الزبده وتستعجل عليها، ده قعدت كتير تروح طافيه عليها في الاخر تلاقي السمنه عفنت. فالحاجه يعني الاسعار ما تستدعيش ان انا اجيب حاجه وتبوظ وتعفن وتترمى، حرام. دي 2 كيلو زبده بقري. وعامله برضو جنبها زبده جاموسي. البقري بستخدمها للحلويات والصواني الجلاش والمكرونه، والجاموسي بقى للطبيخ، تحمير بيض، رز، بتبقى حلوه قوي فيها. اول حاجه لازم تجيب الزبده من مكان يكون موثوق منه، لان في ناس بتخم الصراحه وبتغش، يعني غش فظيع في قصه الزبده دي. فانت لازم تجيبي كميه صغيره، يعني تجيبي جربيها في كيلو. لقيتيها حلوه هاتي منها. لان في ناس بيخلطوها بقري على جاموسي، وده ليه سعر وده ليه سعر. في ناس بتحط سمنه، تلاقي تفتحي الزبده تلاقي سمنه نباتين جوه. في ناس بتحط فيها دقيق. فالغش اشكاله وانواعه كتير. اول حاجه عشان نجاح الزبده انا محتاجه حله ألمونيا، ما تسيحيش الا في ألمونيا. هتحطي على كل كيلو زبده معلقه ملح. يعني لو كل ما تكتري الملح كل ما هترمي زبده سمنه احلى، وكل كمان ما هتطلع السمنه مرمله. بس انت لو بتاكلي مرتتها خلاص ممكن تقللي الملح، او مش هتقعد معاكي، هتسيحي كميه قليله وهتقعد معاكي فتره قصيره. لكن لو انت بتسماها سيحي كميه كبيره من الزبده هتحتاجي تحطي ملح كتير عشان تحافظ على سمنتنا. انا بدات اهوت. حطيت الزبده على النار. يا جماعة دي تاخدوا بالكم منها خالص. اول حاجة تعلي النار عالية، وبعد كده هوطي النار بتاعتنا شمعة او اعلى من الشمعة سنة، اكنك بترددي رز. السمنة ساحت يا جماعة. هبدأ اوطي النار بقى شمعة، وكل شوية اقعد اقلب فيها، كل شوية اقلب فيها. محدش يسهى عنها يا جماعة. اهم حاجة التقليب، اللي هيطلعها مرملة وحلوة التقليب والنار الهادية. هي بتقعد لها ساعة ونص على النار. شايفين يا جماعة؟ هي كده قربت بقى، يعني المفروض كل المرته هتنزل تحت ولسه، بس هي كده لسه المفروض تصفر عن كده شويه، يبقى لونها ذهبي غامق، عشان نضمن ان الزبده لا ما تعفنش وما تقعد مده طويله. لان لو سبت فيها اي سوائل اللي هي الخض بتاعها بيخليها تعفن. مع التقليب المستمر عشان المرته ما تتحرقش وتلدع من تحت. احنا جايبين حاجه غاليه ما نبوظهاش بقى. دي شكلها بقى يا جماعه، ودي المرته. شايفين؟ لما توصل المرته للون ده هي المفروض تغمق شويه على في الكاميرا باينه كده. هسيبها بس، هغطيها بس تستهدى وافضيها في برطمان ازاز. دي شكلها يا جماعه بعد ما سيحناها. دي البقري ودي الجاموسي. انا بحط كل واحده لوحدها، دي لي استخداماتها ودي ليها استخداماتها بالنسبه لي. ودي المرته، حتى السمنه دي انا ممكن احطها بقى على حبه فول كده اللي هي فوق المرته دي، بتبقى طعمها جميل. اصل احنا اللي هناكلها مش هنبيعها يعني، فمش فارقه. واعتقد انها يعني دي تجي لها يجي كيلو ونص، فتعتبر اما 2 كيلو زبده يطلعوا لك كيلو ونص سمنه. حبه حلوين.